ركز ركز ركز. انا كابتن مجاهد ابو راز المعروف باسم النجعاوي. هنتكلم النهارده على حاجه مهمه جدا، تمرين على جهاز الفلاي. نشتغل كتف خلفي، نعمل المسكتين ونوضح الفرق ما بينهم. ركز قوي والكلام هيبقى علمي بس هنحاول نبسطه للجميع. يلا بينا ليتس جو. احنا قلنا اهم حاجه بنبص الحركه نشوفها جايه منين. من خلال الحركه بنقول العضلات اللي اشتغلت عشان تجيب الحركه من هنا توديها لهنا. يعني ايه؟ لما انا في البدايه بشتغل من بعيد واقرب لجسمي، في كذا عضله هي اللي ساعدت ان تجيب الوزن من بعيد وتقربه لجسمي. زي ايه؟ زي عضلات اللابس، زي عضلات البكس، زي عضله اسمها تيرس ميجور. العضلات دي كلها اللي كانت بايد الوزن وابتدت تقربه من جسمي تعمل عمليه حاجه اسمها ادكشن. مهم جدا. الكتف الخلفي بيبدا يشتغل منين؟ من هنا. من هنا لما اعمل حاجه اسمها هايبر اكستنشن او هوريزونتال ابدكشن. بس اسماء رغي كتير بس كلام علمي. نشوف بقى تطبيق عملي. يلا بينا. قلنا المسكه اللي انا بستهدف فيها الكتف الخلفي اهم حاجه مسكه اسمها بالناتشرال، المسكه الطبيعيه. دي اي مسكه بار بشتغل بيها كده بستهدف بيها عضلات الكتف الخلفي. يلا بينا ليتس جو. بظبط الجهاز بتاعي في الحدود دي اللي انا هبدا بيها من جنب كتفي هكذا اهو، وهمسك من هنا. هنزل ده شويه، همسك من هنا هنا اللي تكتب معانا عضلات الكتف الخلفي واشتغل معاها عضلات الميديوترابيزيوس وتحتها الرومبويد. ليه اشتغلوا؟ لان في علاقه بين الكتف لما بيشتغل مفصل الكتف ولوح الكتف. لما لوح الكتف اتقفل مع الهوريزونتال ابدكشن اشتغلت معاها عضلات الميديوترابيزيوس، عملت حاجه اسمها ريتراكشن. كلام علمي، سيبك من الاسماء. يبقى كتف خلفي اشتغل من هنا معاه ميديوترابيزيوس، ولما اجيب من ورا عضلات ثانيه بتشارك. شوف انت عايز تستهدف ايه ودوس يا رجل. تحياتي انا كل سنه من الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. ايه تاني ممكن تقوله؟ واعمل كوبي بيست. اعمل نسخ الرابط يا اخي على التيك توك البغيض. ايه تاني؟ اقفل يا ابني.